الحقنا يا دكتور. اهدوا يا جماعه، في ايه؟ ما تقلقوش، كل حاجه تتحل. خلينا نبدا بيك يا مريء، انت مالك؟ يا دكتور أنا عندي ارتجاع هيموتني، الحقني أبوس إيدك. ما تقفرش يا مريء، كل اللي عندك ده اصلا من الحمض بتاعي، فبطل دلع. طب اهدي بس يا معده، هنجيلك دلوقتي نعالج المريء وهنرجع لك. خد يا مريء الدواء ده، هيقلل الحموضه بتاعت المعده وهيقلل الارتجاع اللي عندك. تعالي بقى يا معده، مالك؟ تعالى لي بقى يا دكتور، انا عندي قرح والحمض بتاعي زايد وبياكل فيا. حالك يا معده مش هيفرق كتير عن المريء، هتاخدي ادويه برضو تقلل الحمض بتاعك، وهتعمل طبقه على الجدار بتاعك من جوه علشان يحميكي من الحمض ويقلل الوجع. الدور الجاي على مين؟ يا دكتور انا حاسس اني بقيت مزيت ومليان دهون. من العك اللي صاحبنا شغال ياكل فيه. يا معده اهدي على باقي الاعضاء، مش عشان خفيتي يعني. اي نعم الكبد الدهني جه بسبب الاكل المسبك والكوليسترول العالي في دم صاحبكم وشربه الكتير للكحول ووزنه الزايد اللي مش قادر يخليه يتحرك من مكانه، بس كل ده هيتظبط. هنخليه يمشي على دايت ويلعب رياضه ويمنع الكحوليات خالص. وخلي بالك يا كبد، لو صاحبكم فضل ماشي على النظام ده انت مش هتكمل معانا. حاضر يا دكتور، انا هخليه يتعلم الادب ويحرم يعذبني تاني. خلاص تمام كده. مين تاني؟ أنا متضخم يا دكتور ووزني بقى الضعف، ولو الواحد لمسني هفرقع وهعمل مصيبة. يا طحال بطل دلع، معظم الشعب عندهم تضخم فيك وفيا. يا كبد استهدى بالله. اي نعم انتوا الاتنين بتكبروا في الحجم وما قلناش حاجه، بس لو الطحال كبر زياده عن اللزوم ده مؤشر ان صاحبكم كده عنده ملاريا او اي مرض في الدم، ولازم نبدا ونعمل فحوصات عشان نعرف نشخص ونعالج صح، لان لو الطحال فرقع هيعمل لنا مصيبه كلنا. أنا جوايا انسداد يا دكتور، والبكتيريا كترت وعاملة انتفاخات وغازات ومزمنة. والله مش اكتر مني، ده انا صاحبنا هاريني كرومب وبصل لغايه ما هفرقع من الانتفاخات والغازات. طب معلش يا قولون، هنجيلك بس بعد ما نخلص مشكله الامعاء. انت يا جماعه عندك مرض اسمه السيبو، وده معناه ان انت عندك زياده نمو البكتيريا اكتر من الناس الطبيعيه، فده اللي هيخلي الاكل اللي بينزل لك يتخمر بصوره مبكره ويعمل لك انتفاخات وغازات، وممكن معاها كمان اسهال او امساك. طب واتعالج ازاي يا دكتور؟ والله حلك الاساسي هنا يا امعاء ان انت تفضلي ماشيه على مضادات حيويه عشان نخلص على البكتيريا دي، لان ده السبب الرئيسي في المرض اللي عندك. انا بقى يا دكتور الراجل اللي معايا ده عصبي وكل حاجه جايه على دماغي في الاخر، اعمل لي حاجه. والله يا قولون يا عصبي، كل الادويه اللي ممكن اديها لك دي هتعالج الاعراض اللي عندك، مش هتعالج السبب الرئيسي، لان السبب الرئيسي هنا في المخ. ولا يا مخ؟ ايوه يا دكتور، انا المشكله، ولو ما اسكتوش هزعلكوا كلكم، سيبوني في حالي بقى. اديك سمعت، فخلي اصحابكم اللي معاكم ده يبطل يتعصب ويهدى وانتوا هترتاحوا، وطبعا يبعد عن الاكل والمشروبات الغازيه اللي ممكن تعمل لك انتفاخات. تمام يا قولون ولا مش تمام؟ خلاص تمام يا دكتور. يا دكتور طب وانا عايزه حل، مش عامل لي فيها شيخ العرب وبتحل مشاكل باقي الاعضاء وسايبني كده. لا يا بواسير، عشان بجحتك دي مش هنتكلم عليك المره دي. ممكن المره الجايه بس بشرط تقولي للناس يعملوا فولو. الحقوني واعملوا فولو للدكتور، عايزه اتعالج يا جدعان. وزي ما شفتوا دي اشهر الامراض اللي ممكن تيجي في الجهاز الهضمي، فلو عايزين موضوع محدد ممكن نضيفه في موضوعات الفيديوهات الجايه اكتبوا لنا تحت في الكومنت. وطبعا لو اي حد بيعاني من مشكله من المشاكل اللي انا قلتها يروح يتابع مع دكتور جهاز هضمي.